لكن انا بتصدم لما بلاقي بقى الاهالي تقعد تقول لها ايه يعني ايه بورد، وانا عامله كل حاجه، وانا جايبه لك كل حاجه، وانا دافعه لك، واحنا مش عارفه ايه، بدل ما تقولي الحمد لله. طبعا، لان احنا عندنا للاسف الجيل اللي احنا فيه ده دلوقتي، معلش انا اسفه. السلام عليكم، جزاك الله خير. الجيل اللي احنا طالعين فيه ده دلوقتي ما بيقدرش اي حاجه خالص، واي حاجه احنا بنعملها للاسف معاهم برضو هم ما بيقدروهاش نهائي، لان عصر السرعه اللي هم عايشين فيه دلوقتي بقى صعب جدا. جزاك الله خير. بقى صعب جدا، وكل حاجه عايزينها بسرعه. فلما انا ابقى ببقى عندي كل حاجه بزهق بسرعه. يبقى انا لازم اشتغل مع اطفالي ساعتها على حاجتين. رقم واحد، ان احنا الرضا والحمد على النعم اللي موجودة عندنا، ودي حاجة أنا كنت دايما بقولها في قصص الأنبياء، ودايما بطلع أقولها في أي درس اديته، في أي سيشن اديتها تربوية، إنه يا جماعة لازم نعلم الأطفال كلمة الرضا وعدم الغيرة من الآخرين. مفضلش على طول ببص اللي معايا جابت ايه وانا ما جبتش ايه، مامي جاب لها ايه وهي ما جابت لهاش ايه، دي معاها تليفون ايه وانا ما عنديش تليفون ايه. كفايه كفايه.